عمرك سألت نفسك ليه اليابانيين دايما شكلهم شيك بطريقة مختلفة من غير ما تحسهم عاملين مجهود كبير؟ ليه كل حاجة عليهم مظبوطة بطريقة صعب تشرحها؟ هل ممكن يكون إحساس الإيفورتلس ستايل ده ليه تفسير؟ أحب أقولك إن في فكرة ورا الموضوع مش مجرد اختيار لبس، مش سباق ترندات ولا براندات معينة، الموضوع مش موضوع ستايل أصلا، الفكرة هنا مختلفة تماما. الفكرة ببساطة بتقول إن الجمال مش لازم يبقى بيرفكت، مش لازم كل حاجة تبقى جديدة، مش لازم تبقى نظيفة بزيادة أو معمولة كأنها طالعة من اعلان او حتى شكلها يكون طالع من الغساله. الجمال ساعات بيبان في الحاجات اللي فيها نقص بسيط، في التفاصيل اللي مش متظبطه 100%. ودي في الحقيقه فلسفه يابانيه اسمها وابي سابي. هي مفهوم ياباني بيتكلم عن الجمال، بس مش الجمال بالشكل اللي احنا متعودين عليه. الفكره ببساطه ان الحاجه مش لازم تبقى كامله عشان تبقى جميله. الكمال مش الهدف، التغيير جزء طبيعي من اي حاجه، والزمن مش عدو للحاجه، بالعكس هو اللي بيديها الروح. وان الحاجه الجديده مش بالضروره تبقى احلى من الحاجه اللي استخدمتها. العلامات اللي بتظهر مع الوقت مش عيوب لازم تتصلح. وابي سابي بيقدر البساطه والهدوء والحاجات اللي شكلها طبيعي مش مصطنع زياده. الفكره ان الجمال بيبقى موجود في الحاجه اللي فيها اختلاف او نقص بسيط او اثر وقت واضح. عشان كده المفهوم ده مرتبط دايما بان كل حاجه بتتغير مع الزمن. وابي سابي مش ستايل معين ولا شكل محدد، على قد ما هي طريقه تقييم للحاجه نفسها مع الوقت. من اوضح الامثله على ده عند اليابانيين هي فن اسمه كينجسي. لما قطعة من الفخار تتكسر مثلا، فنجان او طبق، مش بيرموها ولا بيحاولوا يرجعوها زي ما كانت، بالعكس بيقرروا يصلحوها باستخدام مادة ممزوجة بالذهب. الشقوق مش بس بتفضل موجودة، بالعكس ده العيب ده بيبقى اكتر حاجة واضحة فيها، عشان الفكرة مش في اخفاء الكسر لكن بالاعتراف بيه. هو بيعرفك هنا ان الكسر ده مش نهاية الحاجة دي، لكن مرحلة جديدة في تاريخها. حتة الفخار دي بعد ما بتتصلح بتبقى مختلفة عن الاول، بقت شكل تاني ممزوج بروح معينة، يمكن اقيم من اللي كانت عليه قبل كده. كينجسي يعتبر تطبيق مباشر لوابي سابي، بيفهمك ان العيوب مش لازم تتدارى، وان اثر الزمن ممكن يكون جزء من الجمال اللي بيضيفه للقطعه. ومن هنا بدأت نفس النظرة تظهر في حاجات تانية وأوضحها كان عالم الفاشن. لما فكرة وابي سابي دخلت عالم الفاشن بدأت تبان جدا في طريقة تصميم اللبس نفسه. بدل ما الهدف يبقى إن القطعة تبان بيرفكت وما فيهاش غلطة، التصميم بقى يسمح بوجود اختلافات وتفاصيل مش مظبوطة قوي بشكل مقصود. الماتيريال مثلا ممكن تبقى أقرب لطبيعتها، زي مثلا إن القماش بيبقى بخامته الأساسية من غير تعديلات ومعالجات من المصنع، بيبقى ملمسه واضح مش ناعم بزيادة، مش مصنع بمعنى اصح. مع الوقت بيبدا يطرى شويه، لونه بيفتح او يغمق في اماكن معينه، ياخد شكل جسمك وطريقه حركتك. الحواف تبقى انفينيشد بشكل مقصود. واعتقد ان دلوقتي ابتدى يجي في دماغكم حاجات كتير واكتر من ستايل وصور بتشوفوها مش في اليابان، بتشوفوها في اي حته. اعتقد ان انتوا دلوقتي تقدروا تجمعوا الافكار دي جايه منين اصلا. عندك مثلا حاجه زي الجاكيت الجلد الطبيعي، كل ما بتلبسه اكتر بيعمل علامات عليه من كتر الاستخدام. نفس الكلام في القطن التقيل او الصوف الخام او اللينن. الخامات دي مش بتديك شكل مصطنع. التفاصيل دي ممكن تبان غريبه لو تبص لها بمعيار الكمال اللي احنا متعودين عليه، وان الحاجه لازم تبقى مظبوطه بالمسطره، لكنها معموله عشان تحس ان فيها حياه، مش مجرد منتج مصنع وخلاص. المهم هنا ان عدم الكمال مش معناه العشوائيه. في فرق كبير ما بين حاجه شكلها مهمل وحاجه فيها imperfection مقصوده. ومع كل مره بتلبسها البيس بتديك فايب مختلفه شويه عن المره اللي قبلها. وده بيخلينا نوصل لاوضح مثال على الفكره دي بالكامل، واللي اليابان اصلا مشهوره بيه، وهو الرو دانم جينز. النوع ده مختلف عن الجينز العادي لانه بيتباع من غير غسيل او افكتس جاهزه من المصنع، يعني ما فيهوش بهتان او بيرفكت لاينز واضحه عشان يبان مظبوط عليك من اول لبسه. وده السبب ان هو متسمي رو دانم جينز، ان هو رو زي ما هو. في الاول بيبقى لونه غامق جدا وشكله بسيط وما فيهوش تفاصيل خالص، وطبعا ده مقصود لان الديزاين هنا مش بيحاول يحدد شكل الجينز من البدايه. الجينز شكله بيتحدد مع شكل جسمك ويبدا يتغير حسب طريقه لبسك انت. اماكن الحركه الكتير زي الركب او الجيوب تبدا تفتح تدريجيا، والتانيات تظهر حسب مشيك وقعادك وطريقه يومك. يعني نفس البنطلون بالظبط ممكن يطلع بشكل مختلف تماما من كل شخص للتاني، حسب هو بيمشي ازاي وبيقعد ازاي وبيعمل كل الحاجات دي. مع الوقت الجينز ده كانه متفصل عليك لوحدك، لان مفيش اتنين لابسين نفس البنطلون هيبقى بنفس الشكل عليهم. في اليابان تحديدا ثقافه السيلفج دينم بتركز على الكواليتي، والبيس دي هتعيش معاك قد ايه مش شكلها وهي جديده. وساعتها الجينز هنا ما بيبقاش مجرد بنطلون، هو بيس بتعبر عن شخصيتك وطريقه حياتك. فكره وابي سابي بتبان جدا كمان في الالوان والاستايلات اللي بيختارها اليابانيين.
لو بصيت على الستايل الياباني عموما هتلاحظ ان الالوان نادرا ما بتبقى صريحه او حاده بزياده، مش الوان بتشد العين بسرعه، الوان هاديه بدرجات زي الاوف وايت، بيج، الرمادي، كحلي، الزيتوني، البني، معظمها نيوترال كولرز. حتى الاسود عندهم غالبا بيبقى باهت شويه، مش غامق قوي زي اللي احنا متعودين عليه. الفكره برضو ان اللون مش هو اللي بيلفت الانتباه، لكن انه يريح العين ويعيش فتره طويله من غير ما تزهق منه. ده غير طبعا ان الالوان دي سهل تتلبس مع بعض ومش مرتبطه بترند او سيزون معين. نفس الفكره بتظهر مثلا في الستايلز. الفيت عندهم غالبا اوفر سايز، او بمعنى اصح مريحه، مش فيت على الجسم زياده ولا شارب بشكل مبالغ فيه. في كده احساس بالراحه والحركه اكتر من انك تبان لابس لبس بيرفكت. غير كده بيحبوا يعملوا لايرنج مع كذا ايتم والوان، ده بيدي عمق اكتر للاوتفيت، وده بالظبط اللي بيخلي الستايل شكله ايفورتلس من غير مجهود واضح. ازاي بقى نطبق وابي سابي في لبسنا؟ تطبيق الفكره في اللبس مش معناه انك تغير ستايلك بالكامل او تلبس بطريقه معينه، الموضوع فعلا ابسط من كده. اول حاجه انك تبطل تفكر في الايتم على ان هي لازم تفضل جديده طول الوقت. اللبس طبيعي انه يتغير مع الاستخدام، وده مش معناه انه باظ. تاني حاجه، حاول انك تختار تجيب قطع تعيش معاك فتره اطول بدل القطع اللي شكلها ترندي وخلاص. حاول تجيب ماتيريال مريحه، ديزاين بسيط، وحاجه تقدر تلبسها اكتر من مره ومن غير ما تحس انها مرتبطه بوقت معين او ترند. كمان فكره انك تصلح الحاجه مهمه جدا. لو زرار وقع او خياطه اتفكت مش لازم القطعه تتركن او تترمى، ده جزء طبيعي من عمرها، فعادي ممكن تصلحها وتبتدي تلبسها تاني. نقطه تانية، انك تسيب الهدوم تاخد شكلها الطبيعي، مش لازم كل حاجه تبقى مكويه زياده او محافظه على شكلها المثالي طول الوقت. الفكره في الاخر انك تقلل التفكير في راي الترند ايه، وتركز اكتر على احساسك انت باللبس. عايز اقول لك انت ممكن تكون بتعمل كده اصلا من غير ما تحس. اغلبنا عنده حاجه قديمه في دولابه بيرجع لها دايما رغم ان عنده حاجات كتير اجدد منها. تيشيرت بقاله سنتين، جاكيت قديم، او شوز حتى شكله مش جديد زي الاول بس مريح بطريقه مختلفه، مش بس عشان الراحه اللي بيديها لك لكن عشان الاحساس المرتبط بيها. مع الوقت البيس دي بتبقى مرتبطه بمواقف وذكريات معينه، سفريه، فتره مهمه في حياتك، او حتى ايام عاديه اتعودت تلبسها فيها. وده عكس فكره ان قيمه الحاجه في شكلها وهي جديده. الحاجات الجديده غالبا بتبقى بيرفكت زياده، لسه مفيش علاقه بينك وبينها، بس بعد فتره الاستخدام بيخليها اقرب ليك. القماش بيلين، المقاس بيبقى اريح، طريقه لبسك ليها تبقى تلقائيه من غير تفكير. عشان كده ساعات بنشتري حاجه جديده شبه قطعه قديمه بنحبها، بس الاحساس مش هو بيبقى نفس الاحساس. زي مثلا الحاجات الوشد بكل انواعها، او الحاجات الديستريسد او الريبد اللي هي من الاخر مقطعه شويه. في الاخر اللي عايز اوصله لك ان فكره وابي سابي مش بتطلب منك تغيير ستايلك ولا ترمي الهدوم القديمه اللي عندك، هي بس تغيير طريقه نظرتك للحاجات اللي حواليك. ان مش كل حاجه لازم تبقى جديده عشان تبقى حلوه، بالعكس احيانا الحاجات اللي بنرتاح فيها اكتر هي الحاجات اللي عاشت معانا فتره طويله. ويمكن عشان كده في ناس شكلها دايما ايفورتلس، لكن لانهم مش بيحاولوا يثبتوا حاجه من خلال لبسهم. وفكره وابي سابي ببساطه بتفكرنا ان الجمال ممكن يبقى اهدى من الحاجه اللي احنا متعودين عليه، مش لازم يبقى واضح او كامل او جديد طول الوقت، ممكن يبقى بسيط ومع ذلك يفضل مريح وشكله حلو ويعبر عنك في نفس الوقت.